خالد بن الوليد يا جماعة ما صار لمسلم قرابة يمكن سنة تقريبا أو سنتين، فأقبل، لكن الرجل يجري القتال في دمه، أخذ الراية رضي الله عنه وانسحب بالجيش. خالد لما جاء بالليل جلس يفكر، قال الآن مشكلة، إن قاتلت غدا يعني إلى متى بنقاتل 200,000؟ هؤلاء مثل الجبل اللي تكسر ما ينتهي. وإن هربت بالمسلمين برضو مشكلة، لأنهم سيعلمون أن هربنا وبيلحقوننا وبيقتلوننا تقتيل. وإن جلست مكاني وقلت بطلت قتال، ما فيها بطلت قتال، هذا حرب ما هو بلعب. جلس يفكر ثم ابتكر فكرة، أخذ المسلمين وعمل لهم تخطيط جديد. أخذ الميسرة حطهم ميمنة، والميمنة حطهم ميسرة، واللي كانوا في المقدمة حطوا مؤخرة، واللي في المؤخرة حطوا مقدمة. اللي كانت الميمنة رايتهم زرقاء أخذهم وعطاهم حمراء، أنتم رايتكم كانت صفراء أخذهم وعطاهم خضراء، أنتم بيضاء خذوا سوداء، أنتم كذا وبدأ يغير في الجيش. حتى غدا إذا قابلت الميمنة المسلمين ميمنة الروم، فإذا الراية تختلف وطريقة القتال تختلف والوجوه تختلف، فيقع الفزع في قلوب الروم، يقولون هذا جيش جديد جاءهم مدد، فيقع في قلوبهم الفزع. جاء من غد وأمر خالد بالقتال، واشتد الأمر على الروم، وقتل في الروم مقتلة عظيمة. عدد اللي قتلوا من الروم ما أحصي، لكن يقول خالد بن الوليد، يقول إن دق في يدي في يوم مؤتة السيوف اللي تكسرت في يدي. تخيل يا جماعة سيف يتكسر حديد، بعدين ما تكسر على صخر، تكسر على رؤوس ناس، يضرب بهالجماجم لين يتكسر الحديد، ما هو بلعب. يقول إن دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، السيف أضربه في رؤوس الرجال لين يتكسر، وأرميه واخذ سيف ثاني وأضربه في رؤوس الرجال لين يتكسر. يعني بالله هالسيف قبل لا ينكسر يا جماعة كم قتل 3 4، قتل جموع. وذكروا أن الروم كانوا خايفين من أصحابهم يهربون، فكانوا مربطينهم في بعض، يعني مربطين الأقدام في بعض بحيث أنهم يصبحون سدود، فما هي بصحبه أنه يقتلهم، أضرب كأنهم دجاج معلق، قطع بس وامش، والله يعجل بها عليهم أخرى. يقول ان دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، قطعة حديد يمانية، خدتها قمت أضربها في الوجيه، ما عاد في السيف يصبر، قطعة حديد أضربها. لك أن تتخيل كم قتل تحت السيوف. هذا شيء. زيد بن ثابت وعبد الله بن رواحة وجعفر، لك أن تتصور كم عدد من قتلوا تحت أيديهم قبل أن يموت الأبطال. يعني جعفر ما هو بلعب، جعفر لما نزل من فرسه على أرض القتال عقر فرسه من شدة الحماس وبدأ يقاتل، قبل لا يقتل أتوقع قتل له 20 30 50. زيد بن ثابت يمكن قتل له 50 60، عبد الله بن رواحة كذلك. المهم والمسلمون قتلوا في الروم مقتلة عظيمة. انتهى اليوم، انسحب المسلمون والروم انسحبوا، ثم أمر خالد المسلمين ما ينزلون، يكملون طريقهم إلى المدينة، ومشوا ليلة كاملة. تدري كم عدد اللي قتل من المسلمين؟ هذا 3000 قدام 200,000. تدري كم قتل هالقادة الثلاثة انتهينا منهم، وقتل مع القادة 10 من المسلمين فقط. يعني عدد اللي قتلوا من المسلمين 13 بس، وهم 3000 وأولئك 200,000. إن الله يدافع، الله يشوفهم، ما هو بغافل سبحانه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأحبابه يقاتلون يتركهم جل جلاله. لا والله.